اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنبتدي نخلص الموديل بتاع المبنى، وبعد كده هنخش على ازاي ممكن نحضر المباني دي كلها عشان تبقى جزء من المشهد بتاعنا. قبل طبعا من تكستشرنج احنا بنخلص الموديلنج وبعد كده نخش فيه. بعد كده الحاجه اللي احنا لسه ما عملناش هي الشباك ده. فاللي احنا ممكن نعمله ان انا ابص للموديل في وشه كده. هنا اهي انا عندي الدايره دي، فانا لو جبت مثلا سيركل والسيركل دي انا نقلتها قدام الشكل، لو انا طبعا عندي موف تو كولكشن موف يعني كوبي اتريبيوتس اقدر استخدمها على طول. بس انا عارف ان انتوا ممكن يبقى في حد اول مره يتفرج فايه. انا بنصح جدا ان لو حد اول مره ليه في بلندر ما يتفرجش على الفيديو ده على طول، اتفرج لو حابب يعني تجرب حاجه جديده. بس ابدا من اول السلسله يعني. هعمل انسert، بعد كده هشيل الوش بتاع الشكل ده، هسكيل سنه وهرجعه لورا كده، وبعد كده هقوم عامل اكسترود خفيف كده. اللي انا هعمله دلوقتي هو ان انا عايز جزء من الشكل ده عشان ابتدي اشتغل. ممكن اخد الجزء ده شيفت دي بعد كده بي، اكسترود لحد فوق، وسكيل في الزد دايركشن، وممكن ادخله جوه شويه كده يبقى عندي حاجه ايه بالمنظر ده. برضو نفس الموضوع بالنسبه للحته دي هنزلها تحت شويه. لو انا عندي حاجه طلعت من فوق برضو لازم اظبطها. شيفت دي وروتيت 90 درجه، وهرجع الشكل لورا سنه. همسك نفس الدايره دي شيفت دي كده، وهشيل كل حاجة منها إلا لوب واحدة بس أهي، وهدوس اف رجعها بس لورا سنة عشان دي هتبقى ايه الإزاز بتاعي، عشان يبقى عندي حاجة ايه بالمنظر ده. وده يبقى الشباك بتاعي. أنا مش عايز حاجة أكتر من كده ايه كشباك. دلوقتي اللي احنا محتاجين نعمله هو الايه السطح بتاع الشكل ده. فاحنا هنعمله من قرميط الاتنين. فهنعمل كده ازاي اعمل يونت واحده بس من القرميط؟ اللي انا بعمله هو الاتي. انا بس عايز ان الكرسر يبقى هنا، فانا ممكن مثلا اجيب الحته دي شيفت اس كده، وكرسر تو اكتف عشان الكرسر يبقى هنا، عشان لما اجيب مثلا ايه شكل مثلا زي سيلندر يطلع لي هنا على طول. هجيب السلندر واروتيت 90 درجه عشان يبقى عندي حاجه بالشكل ده، وهشيل معظم السلندر، اشيل مثلا لحد هنا كده، هيتبقى لي الشكل ده كده. هسكيل الشكل ده سنه، ابلاي للسكيل. وقبل ما اعمل اي حاجه ممكن ان انا اعمل ديسيميت عشان اقلل الحجم بتاعه، يبقى مثلا حاجه زي كده. وبعد كده ادي سوليديفاي حاجه خفيفه كده مثلا، وسكيل سنه في الدايركشن ده. بعد لما اعمل كده اللي انا ممكن اعمله دلوقتي ان انا اقوم ماسك الشكل ده اسكيل ابلاي للسكيل طبعا، عشان يبقى الشكل عامل كده. سكيل سنة كمان ابلاي للسكيل، واقلل السوليديفاي عشان يبقى عندي حاجة ايه بالمنظر ده. هعمل اول صف، انا بس هقلل السوليديفاي كمان. هعمل اول صف. اول صف هعمله عادي ان هو هيبقى واحد جنبه وكده. ده اول ايه اول صف، لحد ما يبقى بالظبط مثلا حاجة زي كده. ادي اول صف. هعمل تاني صف ازاي بقى؟ هعمل اري، بس الاري هيبقى لورا في الزد دايركشن كده بالنيجاتيف. هطلعه شويه في الدايركشن ده، وبعد كده هنبتدي نمسك الشكل ده كده. انا اشوف هو عامل ازاي. عمل زي كانه اري فوقه سنه، واقدر ان انا اكرر حجم الاري ده زي ما انا عايز. طبعا هيعمل لي المنظر الغريب ده ان هو طالع لفوق. انا ممكن اقعد اقلل سنه صغيره كده لحد ما يظبط قوي. طبعا الحجم او الثيكنس بتاع القرميط ما بيبقاش قوي قوي كده، فانا ممكن اقلل سنه الثيكنس يبقى مثلا حاجه كده، فاقدر ان انا اقوم مقلل ايه حجم الشكل بالمنظر ده. طبعا ده معناه ان انا محتاج اكتر الايه الثيكنس من الناحيه التانية، او العدد بتاع الاري من الناحيه التانية عشان يبقى عندي حاجه كده، واكتر حجمهم يبقى حاجه كده. واقدر ان انا طبعا اروتيت على طول كده. شفت انا عملت روتيت خفيف كده عشان يبقى عندي حاجه ايه بالمنظر ده. اقدر ان انا سكيل في الاكس، سكيل في الواي، لحد ما يظبط معايا خالص، يبقى عندي حاجه كده في الاخر يعني. دي الفكره من ورا الحركه دي يعني. عندي حاجه كده.
طبعا مش بس كده، انا ممكن ان انا ازود حاجات من عندي، زي ان انا ممكن اجيب مثلا حته من الشكل ده شيفت دي بي، وسكيل سنه كده في الواي دايركشن، انزله لتحت شويه، فيبقى عندي كأن في خشب ايه طالع بالمنظر ده. شيفت دي لحد هنا مثلا، بعد كده شيفت ار شيفت ار، سكيل سنه في الواي دايركشن عشان عايز 4 منه. ابلاي للسكيل عشان الايه الشكل بس يظبط، يبقى عندي حاجه ايه بالمنظر ده. واقدر ان انا اكرر العمليه دي او اخلي عددهم اكتر شويه، يعني انا حاسس ان محتاج عددهم يبقى اكتر شويه. انا ليه بحب دايما اوري الحاجات دي؟ يعني من كام يوم كده كان يعني حد قال لي ممكن تخلي الفيديوهات اسرع شويه، او انك تسكيب حاجات، بس الصراحه انا مش بحب اعمل كده، عشان انا يعني بحس ان معظم الناس بتبقى فاكره ان في سحر في بيحصل لما الواحد بيعمل مشهد مثلا، سواء ريندر او انيميشن، بس مفيش سحر. الحاجه ان انت محتاج تقعد تموديل قدام الكمبيوتر لحد ما تخلص تموديل الاسيتس، تحط الاسيتس في سين، تانيميت السين. الموضوع متعب يعني، يمكن عشان دايما بنشوفه الفاينل برودكت في اي انستجرام بيج، فالموضوع بيبان اللي هو ايه ده، انتوا ازاي بيعملوا الحاجات دي؟ اكيد بيعملوا حاجه احنا مش بنعرف نعملها، غالبا انتوا بتعرفوا تعملوا معظم الكلام ده، هي بس مساله ان انتوا تطبقوه. هجيب نفس الشكل ده وهروتيت عشان يبقى عندي حاجه بالمنظر ده، وهطلعها بس فوق السنه، روتيت، عندي حاجه بالمنظر ده كده. وهقلل عدد الاري، اخليه مثلا كده، وبعد كده اسكيل سنه في الدايركشن ده، وطبعا ممكن اسكيل في الدايركشن ده شويه عشان لو ايه مش ظابط الشكل. انا بس بقعد اروتيت لحد ما ايه ان هو يبقى مظبوط. ونفس الموضوع بالنسبه ايه للسكيلينج. وهمرر سوري انا عملت ماسك، همرر على الايه الشكل ده في الواي اكسيس عشان يبقى عندي حاجه ايه بالمنظر ده، فيبقى عندي القرميط بتاع الايه الشكل. اقدر ان انا طبعا اقوم ماسك مثلا الشكل ده شيفت دي، روتيت شويه. ممكن قبل ما روتيت عامه اعمل حاجه لطيفه قوي، ان انا ما اظنش ان انا محتاج كل دول يبقوا معوجين، انا بس هاكسترود على طول. اقدر ان انا اقوم اعمل كده على طول، عشان يبقى عندي حاجه ايه بالشكل ده، وميرور على الناحيه التانية في الواي اكسيس. انا همرر على الروف سوري في الواي اكسيس عشان يبقى عندي حاجه ايه بالمنظر ده. وكده يبقى نوعا ما المبنى تمام. احنا لسه هنظبط كام حاجه، بس اوفرول انا يعني ايه مبسوط بالمبنى. ازاي نحضر مبنى او المبنيين دول ان احنا نبتدي نرسمهم في المشهد بتاعنا؟ اللي احنا ممكن نعمله هو الاتي. رقم واحد، انا محتاج اتاكد ان المبنى كميرور موجود فيه في كل النواحي. يعني انا مش ميرورد الناحيه دي، فانا محتاج ان انا امسك كده وميرور على الناحيه دي اهي في الواي اكسيس. نفس الموضوع بالنسبه للناحيه دي، ممكن اكوبي موديفاير على طول لو انا عايز عشان يبقى موجود على الناحيه التانية. نفس الحاجه بالنسبه للشكل ده، ميرور على كده عشان يبقى برضو موجود في ايه في الواي اكسيس. وده برضو ميرور على الايه الواي اكسيس. لو انا عايز اعمل حاجه ورا محتاج اعملها، بس دلوقتي اظن ده ملائم جدا في المرحله دي. اللي انا بقى ممكن اعمله دلوقتي هو ان انا اقوم ماسك المبنى ده كله، ممكن الامتي ده اشيله خالص، شيفت ام، نيو كولكشن، بيلدينج سوري نسميه بيلدينج 1. فدلوقتي وانا باصص في الكاميرا ده المبنى ده السين بتاعي، شيفت ايه هختار كولكشن انستنس بيلدينج 1، وهتلاقي ان جالي زي دوبليكيشن للمبنى، بس اي اديت انا هعمله في المبنى الاساسي هيتطبق في الكولكشن دي، وما ينفعش اديت الكولكشن، لازم اديت المبنى. ليه بنعمل حاجه زي كده؟ عشان بيساعد على حفظ ميموري كبيره، او يساعد على يعني انا لو عملت دوبليكيت للمبنى ده 5 6 مرات هيبقى حاجه تقيله. بس دلوقتي بصوا عدد الفيسز 170,000، شيفت دي زي ما هو، شيفت دي زي ما هو، فبيبقى اريح كتير، واقدر ان انا اشتغل على مبنى واحد بس ويغير في حاجات كتير قوي. بصوا بمبنى واحد ممكن نعمل ايه، ممكن ان انا مثلا امسك حاجه زي كده، يستحسن ان انا اسيب الفايل عامه
مرة كده كمان، عشان ايه؟ لما اجي اشتغل لو بوظت اي حاجة ما بقاش ايه اقدر ان انا ارجع لها. هروتيت المبنى ده 180 درجة واشيل المربع اللي هو كان واقف عليه. ادي اول ايه واحدة. شيفت دي مثلا هروتيت 90 درجة، فيبقى عندي ايه؟ ادي تاني حاجة ممكن اعملها اهي مثلا، وهشيل المربع اللي هو واقف عليه. يبقى عندي ايه؟ بصوا حاجتين. وبعد كده شيفت دي تاني واخليه مثلا ورا شويه. دي الفكره من ان انا يبقى عندي اسيت واحده واستخدمها كتير. الموضوع ده قوي جدا 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 جدا. مثلا هعملها حاجه زي كده مثلا، ممكن اخليها كده مثلا، او لا خليها كده مثلا. بصوا بعيدة سنة مع انها نفس الدايركشن، بس ايه مش مضايقاني. ومرة كمان شيفت دي كده لحد ما الاقي مثلا ايه حاجة شكلها حلو 90 degrees. خلي دي مثلا كده، هشيل المربع ده يبقى عندي حاجة كده. حاسس ان هي محتاجة تبقى هنا افضل. لا خليها هنا كده احسن. يبقى عندي حاجة ايه بالمنظر ده مثلا، باينة على خفيف جدا يعني، مش حاجة كبيرة يعني، بس يعني المهم ان هي باينة يعني. وبعد كده بنادنا التاني، فانا هاجي اعمل كده شيفت ام نيو كولكشن بيلدينج 2. اتاكد بس ان انا اخدت كل حاجه، تمام. وبعد كده بيلدينج 2 من الكولكشن سيت اوريجين تو جيومتري، وهاخد الشكل ده سكيل سنه واخليه مثلا هنا. انا بس هروتيت 90 degrees. ادي اول مره. بصوا حتى مش باين قوي المبنى الاساسي. هو بصوا تحسوا ان هي باينه على خفيف قوي. مثلا حاجه، ممكن حاجه زي كده مثلا. مثلا حاجه زي كده. شيفت دي لورا شويه عشان يبقى عندي مثلا حاجة كده. ممكن يبقى هنا عامة مكان المبنى ده. بصوا فيبقى عندي مثلا حاجة زي كده. دي ممكن انزلها شوية لو انا عايز اظبط الايه الشكل. بس الفكرة ان انا يبقى اقدر ان انا استخدم الاشكال دي بسهولة كتير. 90 degrees. وادي ايه مبنى تاني اهو. ولو طاير عادي احنا كده كده هنعمل حاجات عشان المباني الطايرة دي ايه تتظبط يعني. يبقى حاجات واقفة عليها الشكل. واي مربعات ممكن نبتدي ايه نشيلها يعني. ممكن اقف من فوق كده، المربع ده نشيله والمربع ده كمان نشيله. فيبقى عندي حاجة ايه بالمنظر ده. ممكن ارجع دي ورا شوية. خليها كده خليها كده مش مشكلة. ونظبط الانجل يعني كده ولا كده يعني. بعدين انا بحب ان انا اقعد اشوف ايه الانجل المناسب يعني. بس في المرحله دي انا بس حابب ان انا ارص الحاجات واقدر ان انا استخدمها في اي مرحله من المراحل. بصوا بقى عندي كذا مبنى، وبصوا الفرق ما بينهم الاثنين. المهم ان الكاميرا تبقى مظبوطه، مش مهم الحاجات تبقى بالظبط جنب بعض. يعني بصوا الفرق بينه وبين الجدار هتبقى قد ايه. فهي دي الفكره من الايه ان احنا نبني مرحله المباني. مبنيين بس ممكن يبدو لنا سين بشكل لطيف جدا. انا بس قاعد هو ايه، احنا في المرحله الجايه لسه هنبتدي بقى نشوف ايه احسن تكوين ممكن نعمله المباني دي. المهم ان احنا بنينا المباني، واتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.